صارت بين المنتخب السوري والمنتخب التونسي. احنا بنشوفش الا الاشي الايجابي، واحنا تونس بالنسبة لنا بلد عزيز علينا. تونس اللي احتضنت الثورة الفلسطينية، وكلنا بنشوف ردود فعل الشارع التونسي. يعني في منهم ناس بقول لك يعني احنا عندنا مشكلة كيف بدنا نفوز على فلسطين. احنا هي الاشياء اللي بنشوفها، الاشياء الثانية ما بتصلناش من تونس يعني. فبالتالي احنا بنشكر كل انسان، كل شخص، كل مجتمع بحاول يوصل رسائل ايجابية عن القضية الفلسطينية ويدعم المنتخب الفلسطيني. وهذا الاشي اللي بسعدنا، وهذا الاشي اللي احنا بخلينا سعداء ونقدم كل شيء لفلسطين. بنشكرك على السؤال، واكيد احنا كمان بنشكر الشعب التونسي على تفاعله الايجابي معنا دائما مع القضية الفلسطينية ومع المنتخب الوطني. وبصراحة احنا شفنا ردود فعل كثير إيجابية. مؤثرين من تونس اتصلنا رسائل إنه يعني هم قلبهم بين فلسطين وبين تونس. أكيد فيش حدا بحب يخسر، ولكن إنه يفكر فيك بشكل إيجابي هذا إشي بالنسبة لنا مهم جدا. في مباراة الافتتاح استطعنا أن نخرج بثلاث نقاط ثمينة، ثلاث نقاط مهمة جدا. احنا أدينا أداء جيد بانضباط تكتيكي، انضباط دفاعي عالي، ومن ثم التحولات في الشوط الثاني، واستطعنا أن نخطف هدف وفوز ثمين على المنتخب القطري، المنتخب المونديالي بطل آسيا. واحنا بصراحة كمان بنشكر الإخوان في قطر، لأنه ما شعرناش انه حتى في ردة فعل فيها زعل على الخسارة. هذا بيعطي قديش الإخوان كانوا مبسوطين وكانوا بيباركوا بهنوا. احنا غدا عندنا مباراة مهمة جدا ضد المنتخب التونسي، منتخب كبير، منتخب قوي. احنا مستعدين بشكل جيد للمباراة. بنعرف أن المنتخب التونسي خرج من خسارة مؤلمة بالنسبة للمنتخب التونسي، ولكن احنا نفسيا وذهنيا محضرين اللاعبين، وإن شاء الله غدا تكون مباراة تليق باسم المنتخبين إن شاء الله. يعني احنا كنا في قمة سعادتنا وفي قمة فرحتنا كبعثة وكلاعبين وجهاز فني، انه احنا قدرنا نفرح شعبنا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة. الصور اللي طلعت، الفيديوهات اللي طلعت من الخيام، الصور اللي وصلتنا على الخاص، الاتصالات اللي وصلتنا قبل المباراة، هذا بعطينا مؤشر انه المنتخب الفلسطيني هو سفير حقيقي لكل الفلسطينيين، وهو مصدر سعادة لهم. واحنا بصراحة يعني كنا سعداء جدا وفرحانين لأنه قدرنا نزرع بسمة وسط الألم والمعاناة اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني. فهذا شعور يعني بالنسبة لنا مهم جدا. بداية أهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. أكيد إحنا بنعرف إنه غدا رح نلعب مباراة قوية جدا تكتيكيا، مباراة قوية جدا. نتيجة المباراة ضد المنتخب السوري لا تعكس أداء المنتخب التونسي. المنتخب تونس لعب مباراة كبيرة جدا، لعب مباراة تكتيكية عالية جدا، عنده حلول فردية وحلول جماعية. مباراة مهمة جدا. نعرف انه خارج من خسارة، والمباراة هاي بتعني له الكثير. اذا تعادل او انهزم هو خارج المجموعة حسابيا، ولكن احنا كمان بنتأمل وكلنا ثقة انه اللاعبين يكونوا ان شاء الله قادرين على تطبيق الواجبات، قادرين انه نسير المباراة بشكل صحيح. احنا بنتوقع انه بداية المباراة راح المنتخب التونسي يندفع بحيث انه يسجل ويحاول يريح نفسه من بداية المباراة، ولكن احنا يعني
اشتغلنا على الجانب الذهني في مباراة المنتخب القطري، وإن شاء الله كمان المباراة هاي بنحضر لها ذهنيا، لأن المباراة ذهنيا راح يكون لها الحالة الذهنية راح يكون لها دور كبير في مباراة مثل مباراة المنتخب التونسي.